شهدتوا معنا اليوم انا سيد الولي ترأس الحفل التسلم ديال الدفعه الاولى من برنامج الاستثمار التعاقدي لعقد تدبير المفوض الجديد اللي فيه اقتناء 247 حافله. اليوم كنستلموا 70 حافله كدفعه اولى على اساس استلام الدفعات الاخرى في المتبقي من الايام، سواء اما عبر ميناء اكادير او لا عبر ميناء الدار البيضاء. هذا البرنامج الاستثمار التعاقدي هو في اطار النموذج الجديد لعقود تدبير المفوض اللي وضعته وزاره الداخليه في اطار الاستراتيجيه الجديده للتنقلات الحضريه، وهو برنامج استثماري طموح. القيمه الاجماليه ديالو بالنسبه لاغلب المدن او الحواضر ديال المغرب كتبلغ 11 مليار ديال الدرهم. وضعته وزاره الداخليه من اجل الرفع من مستوى النقل الحضري في الحواضر المغربيه، وهي حافلات كما كتلاحظوا انها حافلات صديقه للبيئه بتكنولوجيا جديده تشمل على نظام للتذاكر اللي هو عصري، نظام للمساعده على الاستغلال، وبالتالي فانها يمكن نقولوا بانه اليوم اكادير يمكن لها دارت الخطوه الثانيه في اطار تجويد التنقلات الحضريه بعد البرنامج الاول اللي كان فيه المشروع ديال الباسواي اللي كما كتعلموا تا هو فيه 30 حافله، وبالتالي فان العدد الاجمالي للحافلات غيكون 277 حافله اللي غادي تشغل في اكادير في القريب من الايام المقبله ان شاء الله، وذلك في اطار التجديد ديال عقد تدبير المفوض اللي حنا بصدد ديالو في افق نهايه السنه غيكون عندنا مستغل جديد اللي يستغل هذه الحافلات الجديده ويشغلنا الباسواي ويشغل لنا حتى لو ريزو جديد، يعني الشبكه ديال النقل الحضري التي تمت اعاده هيكلتها بمناسبه المشروع ديال الباسواي. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.